وياه الحبيبه ديالي، هذه هي الدنيا. بنادم راه ملاهي وصافي، حتى شي واحد ما لقاها كيف بغاها. ايه حقا نسيت ما قلتش لك، ماشي راه جاو فيا الخطاب البارح. ايوا صافي والله، واش انا موالف غادي نكذب عليك؟ موالف كنكذب عليك انا؟ والبارح جاب مع مو وباه وحتى القوالب. قال لك لالا شافني جايبه الخبز من الفران وتبعني حتى عرف الدار ديالنا. ايوا ما خفاك، انا من نهار وليت كناكل ديك اللحسه وفين ما مشيت خاصني نبين الاخلاق ديالي. غادي يكون شافهم وبقى حال فمو وتبعني. لا قالك عنده دارو وساكنين معاه والديه. هو راه بيلوط وكيشد ما بين 2 حتى 3 مليون في الشهر. والله زعما راجل كامل مكمول ما خاصو والو. ولكن انا ما نكذبش لك، انا ما قبلتش. ويلي يا صاحبتي، واش غدير لك 2 مليون ولا 3 مليون كاع دابا في الشهر؟ ما دايره والو. اللهم نبقى معززه مكرمه في دار با، خاص ليه حتى شي خير. لا الحمقى الرجال بحال التراب، مشى هذا يجي الاخر طلع لي هذا الموضوع كيجيب لي القنطه. قولي لي داك الفيكتيم ديال صاحبك ما يعاودش يخرجنا ثاني للسناك يخلص علينا شي طاكوس نديرو شي ستوري بحال المره الفايته؟ هو صافي حاولي تقنعيه، انا غادي نصوني الامل، تسلفني لاغوب ديال ساره الا باقا عندها. اما انا وياك راه كاع الحوايج تبادلناهم فضحنا بهم صافي. يلا باي باي، باش ما كان رجع لي انا غادي نمشي نوجد راسي دابا. يلا الله يليا في راسك، باي بيزو. كيفاش تقنع شي شخص ان 5 مليون في الشهر راك باقي كتعتبر فقير؟ نقدر نقول لك انه 5 مليون. بلاتي عاود لي هاد اللعيبه هادي، راه واقيلا ما سمعتهاش مزيان. كيفاش تقنع شي شخص ان 5 مليون في الشهر راك باقي كتعتبر فقير؟ نقدر نقول لك انه 5 مليون. بلاتي يا خويا، بلاتي نتفاهموا مع خونا هذا، عاد نشوفوا حريرتك انت كيفاش دايره. وصديقي كيفاش درتي انت بعدا حتى قنعتي راسك بهذه الفكره ديال انه اللي كيشد 5 مليون في الشهر فقير؟ واش عرفتي شنو هي 5 مليون في الشهر؟ راه كاين اللي الحلم ديالو في المغرب غير يتصور معاها. 5000 درهم الا ما كانتش كامله زرقات ما نعرفش نحسبها، وخاصني نحسب مازال كل 5 زرقات بوحدهم باش ما نتلفش. وانت كتقول لي واخا نشد 5 مليون في الشهر راني باقي فقير. والطنز العكري هذا، تعطيني 5 مليون في الشهر ما بقيت نخدم ما بقيت نردم، نشد التقاعد من دابا، نحط المدرعه على التبان، واللي بغى يدرك شي حاجه الله يسهل عليه. دابا 5 مليون شحال فيها من 1000 ريال؟ 100,000 و50 كمل اخويا كمل، شدتني الشقيقه بكثره الحساب. نقدر نقول لك انه 5 مليون الانسان مثلا مغربي ولا عربي تقدر تكفيه، ولكن الا كان عنده احباب ديالو اللي يتكلف بهم مسؤول عليهم وخصو يفرحهم ما غاديش تكفيه، لانه بكل بساطه ما غتقدرش تشري بها بزاف د الحوايج. اوكي اتس ليميت، هذا 5 ما تقدرش تسافر بها بزاف د الوجهات. داكشي علاش كنشوف انها واحد كافيه الا بغى يبقى في بلاصتو، لكن الا بغيتي لكن الا بغيتي تكتشف الحياه والجانب الواعر فيها ضروري هي هو يشعل وانت نفخ. كيفاش 5 مليون يلا غادي تقدوا واحد؟ واش نتوما عايشين معنا في هذا المغرب اللي احنا فيه، ولا عندكم شي مغرب ديالكم بحدكم؟ واش في اخباركم الناس راه خدامه ب 2000 درهم و 2500 درهم، مزوج ووالد وكاري منها، وانت كتقول لي الا عندك 5 مليون راه يلا تقدك بوحدك؟ راه كاينين الناس في المغرب الحلم ديالهم هو يولوا خدامين ب 3000 درهم. ماشي 3000 درهم راه شي حاجه، ولكن غير باش نبين لكم بان الفرق ما بين الواقع اللي عايشين فيه الناس وداك الوهم اللي كتحاولوا تبيعوه ليهم راه قد من هنا فيم السوق. 5 مليون في الشهر تعطيها لشي واحد خدام في الفيرما بالصدمه يموت ليك، ولا ما يشداش من عندك حساب موراها شي قالب ولا شي حاجه. بنادم خدام ب3 مليون في العام وانت كتقول لي الا كتشد 5 مليون في الشهر راك فقير. كتحشموا يا صاحبي ولا مالكم؟ اودي اش غادي نقول لكم؟ عطينا خويا شي فيديو اخر الله يرحم لك الوالدين، راه ضرني راسي بكثره الفلوس. واحد الدري صاحبي مشى يخطب تعرف على واحد الدريه، قال صافي غنمشي نخطب هو يمشي. مشى لدارهم جاب والديه المسائل اللي يتسول امها. اش قالت ليه؟ قالت لي عندك الدار
قال لها خالتي كل ما كانش عندي الدار قال ما غنجي نخطب انا، الدار راه كاينه يعني البيت ديال الزوجيه راه كاين. قالت لي مزيان، قالت لي شحال كتشد في الصالير؟ ملي قالت لي شحال كتشد في الصالير تحرج، ولكن رغم ذلك غيجاوبها. قال لها شي بركه، قالت لي ما يمكنش غتقول لي شحال كتشد في الصالير ديك الساعه نكملوا معك الاجراءات ديال الزواج. صافي هو يقول لها قال لها كنشد 5000 درهم. قالت لي 5000 درهم ما كافياش، قالت لي جمع راسك شويه، قالت لي وصلها ل 10000 درهم، قالت لي عاود بيعوا وشريو هادي. ويقول لمو قال لها الوالده، قال لها يلاه نمشيو، قال لها دابا باغيين يتاجروا فينا ماشي باغيين الزواج. قال لي ورجعت. هذا صاحبك؟ صاحبي وقعت ليه، والدري خدام استاذ فهمتي، استاذ كيشد 5000 درهم يا باقي يلاه كيبداو عنده الدار وعنده. بلاتي اخويا تعال كمل ثاني هذا الفيديو. انا راه البوله ديال عقلي غادا تحرق اصاحبي. ما غاديش نكون منافق ونقول لك بان المغرب راه هو البلد المثالي للعيش. المغرب بحاله بحال جميع البلدان فيه السلبيات وفيه الايجابيات، واخا للاسف ولينا كنشوفوا غير السلبيات، اما الايجابيات راه ولاو بحال الاعياد الدينيه كنشوفوهم مره في شحال. اللي بغيت نقول لك عزيزي المشاهد هو جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي انه خاصك تحل عقلك مزيان وتحلل اي فكره سمعتيها وتقارنها مع الواقع. بحال دوك خوتنا اللي قالوا لك انه الا كتشد 5 المليون في الشهر في المغرب فراك مازال كتعتبر فقير. واش هاد الفكره هذه منطقيه بالنسبه لك؟ طبيعه الحال لا. هو علاش كيقولوا بحال هاد الهضره؟ سول راسك وغادي تعرف، ما محتاجاش بزاف ديال التفكير. بحال هاد الناس، وانا ما كنقصدش هاد الدراري هادو بعينهم، ولكن كاينين منهم بزاف. ناس الا سولتيهم فاش خدامين كتسمع غير اي كوميرس، ديجيتال ماركتينغ، فوركس، تريدينغ، وهضره من هاد النوعيه اللي انت ما كتفهم فيها والو من غير انها فيها الفلوس. وهاد الشيء بالضبط اللي باغيين هما يوصلوا لك. فكيبيعوك العجل وكيبداو يبيعوا لك في الدورات على اساس انك غادي دير الفلوس. ما كنقولش ان الانسان يقتل فيه الاحلام ويجلس ما يبقى يدير والو، بالعكس نوض خدم على راسك، تعلم مهارات جداد، تعلم اي حاجه غادي تنفعك، غير ما تخليش الريح اللي جاي يديك. وثاني حاجه بغيت نقول لك هي انه ما تخليش اي انسان او اي واحد يقزم لك واحد الصالير اللي انت عايش به. طمع في ما اكثر، ولكن احمد الله على اللي عندك، ولئن شكرتم لازيدنكم. بحال هاد اختنا اللي ما عجبهاش 5000 درهم ظنا منها ان 5000 درهم ما كافياش. اودي اللي طماع راه مال الدنيا وما يكفيش. 5000 درهم في الشهر اخويا العزيز كافيه انك تزوج بها وتكون بها اسره. خليني من ديك الهضره الخاويه ديال الغلاء الاسعار والكرا وكذا وديك التخربيق الخاوي. الا كان غرضك في المعقول راك غادي تعيش بخير وعلى خير. اي متفق معك، كاين اللي خدام ب 5000 درهم وما كافياش، وكاين اللي خدام اكثر منها وما كافياش، وكاين اللي خدام قل من 5000 درهم ومزوج وعايش بخير وعلى خير. والمجتمع راه قدامك، شوف وحكم. السر كيبقى في التسيير والقناعه والتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. ما كنقولش لك ان بلادنا زوينه، وفي نفس الوقت ما كنقولش لك انها خايبه. كيف ما قلت لك في الاول فيها سلبيات وفيها ايجابيات بحالها بحال جميع البلدان. وماشي عيب ان الانسان يشوف بعيد، غير خدم عقلك وشوف الامور بمنطقيه وما تخليش الريح اللي جاي يديك. وهذا الشيء اللي كاين. نشوفكم في الفيديو الجاي. الله يعاونكم. الله يعاونكم. هاي دخلناك تهضر شويه بغيتي تطبق علينا. لا عندكم الخوت قبل ما تمشيو ديك البطونه الحمراء اللي تحت رجعوها بيضاء باش نولوا ندخلوا حتى حنايا 5 المليون في الشهر. واخا ما غادي دير لينا والو، ولكن تسلكوا بها واحد شويه. ديروا لينا شي 5 المليون ديال لي لايك، وديروا لينا شي 5000 درهم ديال الكومونتيرات. قولوا لينا شحال كتشدوا، واللي كيشد قل من 5000 درهم يكتب استغفر الله العلي العظيم، وخدموا سرسير باش يوصلكم الملايين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باش يوصلكم الفيديوهات اللي جايين. والله يعاونكم، تهلاو في راسكم على مولانا. اجي انت انا بلاتي.